كتشوف لاعبين كينتميو للمغرب او الجزائر وكيرفضوا يمثلوا المنتخبات ديال بلادهم وكيقبلوا انهم يمثلوا المنتخبات الاوروبيه بدافع انهم بغاو يلعبوا تحت الاضواء او بغاو يشاركوا في منافسات كبيره. والمشكل اللي كيوقع لهؤلاء اللاعبين هو انهم ملي كيختاروا المنتخبات الاوروبيه يتم تهميشهم بطريقه مهوله بكل صراحه، ويعودون خالي الوفاض ومطأطئي الرؤوس الى الجامعه المغربيه او التونسيه او الجزائريه، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ الجامعات العربيه تقبل هؤلاء اللاعبين وتدخلهم الى عرين المنتخب، وهذا امر غير مقبول بكل صراحة، لأن المنتخب يتم اختياره بالقلب. الانتماء إلى الوطن هو انتماء يتم اختياره بالقلب وليس كاختيار الفريق. ممكن أن تخطئ في اختيار فريق ولكن أن تخطئ في اختيار وطنك فهذا أمر غير مقبول بكل صراحة. واختيار الانتماء يتم اختياره منذ البداية، منذ الوهلة الأولى. بغيتي تختار السبليون الله يسهل عليك، اختاريتي فرنسا الله يسهل عليك، اختاريتي المغرب اجي مرحبا بك. يعني من الاول ماشي انك حتى تختار السبليون وتمشي وما تصدقش ليك ويسدوا عليك البيبان عاد تجي تقلب على المغرب ولا تقلب على الجزائر كيف ما دار عوار وكيف ما دار منير الحدادي مؤخرا مع المنتخب الاسباني. اختار السبليون في الاول وبعد ذلك ما بقاوش كيلعبوه ورجع للمنتخب المغربي وبعد ذلك انخفض مستواه والقصه تعرفونها كامله. اعطيكم مثال ديال ابراهيم دياز، هذا اللاعب اللي ولا قريب بزاف من تمثيل المنتخب المغربي. دياز مثال على الشجاعه، مثال على الانتماء الى الوطن. بكل صراحه ماشي من السهل انك تكون مزداد باسبانيا ومنغمس في الثقافه الاسبانيه وتلعب مع نادي عريق اللي هو نادي ريال مدريد، وما ادراك ما ريال مدريد اللي لعبتي فيه منذ الصغر، وكتعرض لضغوطات كبيره من طرف الجامعه الاسبانيه وكتعرض لضغوطات من طرف ريال مدريد ومهدد بفقدان مكانك الاساسي داخل قلعه ريال مدريد اذا اختاريتي المنتخب المغربي. وانت الان امام موقف حرج جدا، موقف صعب، وانت يلاه كتبلغ 23 او 24 سنه، اي في ينعاني شبابك وعندك واحد القرار صعب جدا يمكن يغير الوجهه ديال المستقبل ديالك 100%. رغم من كامل هذه الاكراهات تختار تلعب مع المنتخب المغربي او بالاحرى تكون قريب جدا من تمثيل المنتخب المغربي. هذا امر يحسب لابراهيم دياز بكل صراحه. هذا الامر مثال على الانتماء الى الوطن، وهكا خاصهم يكونوا جميع اللاعبين اللي عندهم اصول مغربيه او جزائريه او تونسيه او مصريه. تفضيل بلد الام، بلد القلب، بلد الانتماء على الاضواء وعلى المنافسات الكبيره. دمتم في رعايه الله. ما تنسوش اذا عجبتكم هذه الاطاله انكم تدعمونا بالاعجاب والاشتراك. اشكركم من صميم قلبي. على الله توكلت واليه انيب.